والله عمري كان 8 سنين، كنت الصف الثاني ابتدائي. اتذكر يعني جونا الصبح بلغونا والعصر اجوا علينا اخذونا بسياره الامن وحزونا الليله بالمركز، وثاني يوم صبح غبشه ذبونا على الحدود، حدود ايرانيه والعراقيه. يعني اتذكر صبح غبشه مشينا العصر يلا وصلنا حدود الايرانيه. عطش وجوع وتعب يعني مأساة كانت. نزلونا على الحدود، شفنا من الناس من بغداد من غير مكان، كل مكان جاي. قالوا لنا هذا طريقتهم شو عدل، ولا منا ولا منا، ولا تفكرون بالرجعه. خاف واحد يجي يرجع نرميه، قال عندنا امر اي واحد يرجع نرميه. وذكر هذا اخوي الصباح كان عمره السنه، كان يبكي من العطش، عطشان. مو بس اخوي، هواي ناس عطشانين يعني مصيبه حصلوا ماي عليهم. لما سقط صدام على السريع رجعت، يعني حنيت على العراق. تهجرنا 23 سنه وسنتين ونص كنا بالمخيم، شو ما اي حقوق ما استلمنا. وراجعت هذا مؤسسه مال السياسيين، قال لي انتم محجوزين، قلت له ليله واحده، قال ما مشمولين. عندكم شهيد؟ قلت له لا، قال ما مشمولين. يعني يا عندك شهيد يا محجوز اقل شيء شهر يلا مشمول بحقوق السياسيه. قلت اخوي الان سنتين ونص كنا بالمخيم، والمخيم شنو فرق ويا السجن؟ وهسه الشهاده الجنسيه اللي معطينا انا ما اعرف له، بس هم لما نروح نراجع دوائر بتوقيع خاص هم يعرفون هذا مال الفيليه، اكراد الفيليه مسفرين. يعني مره رحت اطلع صحه صدور شهاده جنسيه زوجتي، رحت للمدير بغداد الكراده داخل، رحت للمدير عام باوعني، قال لي روح اوقف برا، خلاني اخير واحد. بعدين صح علي، لما مشى الناس راح علي قال تعال طب جبل. قلت اريد صحه صدور للشهاده الجنسيه زوجتي. قال لي بواع، قال انتم مسفرين، الشهاده الجنسيه مالتكم مال المسفرين. وقال شغلتك صعبه ما تصير ما شلون. والله حسيت انظلمت، كلش انظلمت. يعني هسه هنا جاي اشوف عنصريه، يعني كرات فيليه احنا بسبب كرات فيليه.